الرحمن الرحيم. الحمد لله وله الكمال والبقاء والعزة والجلال والكبرياء له صفة والتذلل لنا كرامة. فيا رب سبحانك كان الله ولا ذرة وجود، فصار الوجود بالموجود وهو هو على ما هو عليه موجود. فنقدسك ونقول سبحانك كما كنت، سبحانك كما كنت. والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين وخاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأتقياء المكرمين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فبشراكم سئل عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من الأولياء؟ قال: الذين جاءوا من قبائل شتى وأماكن شتى اجتمعوا بذكره والتقوا بحبه. وها نحن نجتمع بالدين سندا وبالأحاديث اتصالا ورواية وإجازة، وبالحب الذي يسمى بأحوالنا إلى الله. فوالله أول باب من أبواب الولاية هو الحب. قال تعالى: يحبهم ويحبونه. روى الإمام الغزالي قال في الحديث القدسي: أوحى الله إلى نبي من أنبيائه قال: إن لي عباد يحبوني وأحبهم، يحبوني وأحبهم. الله، كيف يا رب؟ قال: يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي الشفيق غنما، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطيور إلى أوكارها وقت الغروب، حتى إذا جنهم الليل وفرشت الفرش ونصبت الأسرة وخلا كل حبيب بحبيبه، افتلت الأقدام من أجلي وناجوني بكلامي وتملقوا بإنعامي. أعطيهم ثلاث: أقذف في قلوبهم من نوري فيقبلون عني. والثانية: لو كانت السماوات والأرض في موازينهم لاستقللتها عليهم. والثالثة: يقول الحق:
أقبل بوجهي عليهم أفترى من أقبلت بوجهي عليه ماذا يريد أن أعطيه. لا يعلم العطاء إلا الله. من الله علينا مع أولئك المشايخ المحدثين والعارفين بالله أن نلتقي مع هذه الوجوه الباسمة وهذه القلوب الخاشعة وهذه الأجساد الراكعة وهذه الغيرة التي يسمى بها لأمة خاتم النبيين، سواء كان في غزة أو في غيرها. أيها السادة، قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الإخوة فإن لكل أخ شفاعة يوم القيامة. اجتمعنا بأحاديث المصطفى برواية الإمام العظيم مسلم عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من روحي وما ملكت فداه، فجزاه الله عنا خير الجزاء. ولا أنسى أن أترحم من قلبي لعزيز قلبي فضيلة الشيخ محمود أفندي النقشبندي، فقد ترك هذا الأثر الطاهر وهذا الإنبات المبارك وهذا النور الساري، فإن نور النبي إذا سرى لا يتوقف. كما أشكر من سويداء قلبي إلى خاصته وأحبته رضوان الله عليهم أجمعين. وأقول ولا أنسى عزيز قلبي الذي بجنبي صاحب المدونة الجامعة فضيلة الشيخ المحدث العارف بالله الشيخ محمد تقي العثماني. فوالله إن هذه الجامعة ما أراها إلا إحياء للسنة كلها، وما أراها إلا نهضة لأهل السنة والجماعة، وسنقوم بنشرها في العالم الإسلامي في مدرستنا الربانية. يا إخوتي، الكلام يطول، ولكني يناغي هذه القلوب وأقول: أملي بكم حال اندماج لا يفرق الدهر بيننا في كل حال، ثم الصلاة والسلام على خير حبيب شرف الأحوال. إخوتي، تلي علينا مرارا وبالأسانيد الكثر صحيح الإمام مسلم، وأخص شيخا واحدا، شيخي محمد مصطفى كمال الدين النقشبندي، ومشايخ كثر الفاداني وغير ذلك. لذلك أجزتكم بهذا الصحيح العظيم الذي هو يتناغى ويتسامى ويتعانق مع الإمام البخاري. أجزتكم به وبكل مرويات الإمام مسلم وبكل مروياتي إجازة خاصة وإجازة عامة لكم ولأهليكم من سمع الكل
أو جزءا منه ولأهليكم، ونسأل الله القبول والعمل بهذه الأحاديث العظمى التي هي المبينة لمراد الله من كلامه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فوالله هو المفسر الوحيد المعجز عن الله تبارك وتعالى. الله يجمعنا وإياكم مع الحبيب ومع أحباب الحبيب ومع أصحاب الحبيب ومع آل البيت الحبيب ومع العارفين والأولياء. وسلام الله عليكم في الدارين ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله تعالى خيرا. ومع فضيلة الشيخ المسند علي ياسين المحيمد